كيك بالشوكولاتة بصوص خطير تحفة بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، ودايما يا رب بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيك بالشوكولاتة بصوص بجد تحفة بجد. نوتيلا جميلة جدا جدا جدا، وهتعجبكم جدا جدا. بس يلا بينا، قبل اي حاجة هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لي اللايك والشير مين وسبسكرايب اللي هنا؟ وتشتركوا في القناة تعالي بالك ثانية. وتفعلوا زر الجرس طب والنبي علشان تعالي. يوصل اي حاجة جديدة اقوم. اعملها. يلا بينا نشوف الطريقة. احنا هنعملها بقى في الخلاط ولا مضرب ولا اي حاجة، بطريقة سهلة جدا جدا. اول حاجة انا جبت 3 بيضات وهنزلهم في الخلاط، وبعد كده هنزل بكوباية سكر. يبقى 3 بيضات وكوباية سكر وكوباية الا ربع زيت. الكوباية هي اللي هنعاير بيها كل حاجة، بنفس الكوباية. وكوباية لبن، كله في الخلاط. ومعلقة خل طبعا، طالما حطينا البيض هنحط خل، بس المعلقة كان نصها كملتها يعني. وحطيت الفانيليا، ونضرب بقى ده كله في الخلاط. اظن مفيش اسهل من كده، كله في الخلاط، مفيش تعب خالص، طريقة سهلة جدا جدا. البيض واللبن والزيت والسكر والخل والفانيليا ضربناهم مع بعض في الخلاط. بصوا الخليط بقى عامل ازاي. بعد كده بقى هحط 3 معالق كاكاو. طبعا هنحط كاكاو من النوع الجيد عشان بيفرق في الطعم جدا. ونضربهم برضو في الخلاط مع بعض. وبعد بقى ما نضربهم هقول لكم هنعمل ايه الخطوة الجاية. هنزل بقى بالبيكنج باودر، كيس بيكنج باودر او معلقة كبيرة. وهنحط كوبايتين دقيق، طبعا الدقيق يكون منخول. ونضربهم برضو في الخلاط. وطبعا انا حطيت الملح، تحطوا نص معلقة ملح صغيرة او ربع معلقة. طالما حطينا دقيق لازم نحط الملح. بص القوام بالشكل ده، حاجة كده جميلة جدا. بعد كده بقى كنت محضرة القالب بتاعي او الصينية، ودهناها مادة دهنية ومعفراها بالدقيق. ونزلت فيه بيها بالخليط بتاع الكيك، وخبطتها كده عشان اخرج الهواء. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. يلا بقى نعمل الصوص بتاعنا. جبت حلة صغيرة وحطيت كوباية لبن ومعلقتين دقيق. ممكن تبدلوا دي وتحطوا نشا او معلقة نشا ومعلقة دقيق. وحطيت معلقتين كاكاو ونقلبهم، ندوبهم كلهم على البارد. الصوص ده بقى بيبقى طعمه جميل جدا جدا، بيبقى عامل زي النوتيلا بالظبط. احنا كده قلبناه ودوبنا كله على البارد. هنرفعه بقى على النار ونفضل نقلب وهو على النار. ايدينا ما تتشالش من الحلة علشان ما تلزقش ولا تكلكع. نفضل نقلب كده. بصوا بيتقل ازاي. هي كده كده الصوص ده بيتقل، فاحنا نقلب لحد لما نوصل للقوام ده. وبعد كده هكون محضرة معلقة سمنة او معلقة زيت او معلقة زبدة، اي حاجة، المهم هي معلقة اي مادة دهنية. ونقلبها. طبعا كلهم بيدوا نتيجة واحدة، بس لو حطيتوا زبدة او سمنة يعني بتدي طعم احلى. وممكن نحط زيت عادي، كله بيكون جميل جدا. طبعا انا طافية النار لما حطيت معلقة السمنة. نركنه بقى على جنب يبرد. ونروح بقى ايه نطلع الصينية بتاعتنا. طلعت اهي، واستنيتها لحد ما هديت وهقلبها قدامكم. هي خدت معايا 35 دقيقة. طبعا كل واحد على حسب الفرن بتاعه، بس ما نفتحش الفرن قبل 30 دقيقة عشان ما تهبطش منكم. وبعد ما قلبناها، بصوا بقى جميلة جدا جدا جدا.
تحفة بجد. الصوص بتاعي بقى بعد ما برد، ننزل بقى على وش الكيكة كده، مبزبزة ايه كده وملزلزة احنا ايه؟ وجميلة جدا، غرقانة شوكولاتة. الصوص ده جميل جدا جدا جدا. ننزل كده بيه، طبعا احنا عملناه وسبناه يبرد، انا مش بحطه وهو سخن، وهو بارد. بصوا بقى هنقطعها، تحفة بجد، جميلة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا بقى الجمال، حاجة تحفة بجد. بصوا هشة وجميلة ازاي. بصوا الصوص بتاعها جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله لما تجربوه وتجربوا الطريقة دي هتعجبكم. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم اي حاجة جديدة اعملها، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.